تشتغلش مع اي شركه لو شفت الحاجات دي خلال عمليه التوظيف او الريكروتمنت بروسيس. رقم واحد، لو كان في اسلوب غير محترم سواء من الاتش ار او الهايرنج مانجر في طريقه الكلام، ده ريد فلاج، مفيش تجاوز فيه، مفيش قبول ليه. تاني حاجه، لو كان في عدم احترام لوقتي، زي مثلا يكلموني بالليل عندك انترفيو بكره الصبح وهو ده الميعاد يا تيجي ما تجيش، ده برده ريد فلاج، ناخد بالنا منه كويس جدا. تالت حاجه، لو هم مش عارفين يجاوبوا عن اسئله بتاعه ايه الكارير باث، ايه فرص النمو، ايه المسار بتاعي لو انا اتقبلت في الوظيفه دي، هيكون غامض وغير واضح، ده برضو ريد فلاج. رابع حاجه ناخد بالنا منها، لو مفيش مسمى وظيفي او جوب ديسكريبشن واضحه، فكره بقى ان احنا هنا كلنا جوكر بنشتغل في اي حاجه، ده ريد فلاج. خامس ريد فلاج، لو في كلام بهزار او بتمجيد في ثقافه الاوفر وورك، ان هو لا دول احسن ناس عندي، دول بيشتغلوا ال 12 ولا 14 ساعه في اليوم، لا ناخد بالنا لو في علامه زي دي حصلت. حاجه كمان خطيره، لو في وعود شفويه مش موجوده في الاوفر ولا في العقد، زي نبتدي بس على كده وان شاء الله في خلال 6 ل 8 شهور هنشوف السالري، انسى انك تشوف السالري انكريز ولا اي بنفيتس لو مش مكتوبه في الاوفر، ولو مش بارت اوف ذا بروسيس، لازم تكون جزء من العمليه. وطبعا طبعا طبعا لو مفيش عقد عمل، انا كده ماليش حقوق على الاطلاق. بس اكيد احنا واقعيين، لو حد ما عندوش اي وظيفه وهو ده اللي متاح قدامه فمضطر ياخدها، ده موضوع تاني، بس نحاول ساعتها نشوف حاجه احسن، لان اكيد مش كل الناس عندها رفاهيه اختيار، لكن لازم نعرف حقوقنا وواجباتنا، ونعرف ان لو احنا معانا حاجه وحشه هناخدها لغايه لما نلاقي حاجه احسن. قولوا لي لو في اي علامه من العلامات دي او الريد فلاجز شفتوها في اي ريكروتمنت بروسيس مريتوا بيه.